حبايب، صباح الخير ورمضان كريم. هذا أول فيديو لي برمضان. طبعا أدري شوية اختفيت بس إنه السنة حصلت شغل جديد وكنت كلش مشغولة بالشغل فترة مال التريننج، فهسه رجعت لكم برمضان. شوية الجدول يعني ما أعرف إذا حقدر أنزل فيديو كل ويكند، بس حاول إذا ما أنزل فيديو أنزل لكم فشي فيديو قصير شورتس. إن شاء الله اليوم الفيديو أو ماي جاد، اليوم الفيديو حتحبوه. اليوم الفيديو شي ثاني، شي خرافي. اليوم حنروح نزور بيت أحد، بس مو أي أحد ومو أي بيت. حتقولون شو قصدين؟ حنروح نزور شخص عايش بنص طيارة بنص الغابة. حتسألوني شلون جاب طيارة نص الغابة؟ شلون سواها بيته؟ تقعد تشتاقين ويانا؟ لا، ما دا أشتاق وياكم. تابعوا الفيديو وحنروح نستكشف المكان سوية وهماتين. إذا موجود حنسأل أسئلة وعن عيشته بالطيارة. فستي توند و it will be a fun video. الجو حلو، الجو شمس، فإن شاء الله تستمتعون ويلا بينا. But don't tell my love تملي معاك ولو حتى بعيد عني في قلبي حبك. تملي معاك كلي بالي وفي قلبي ولا بنساك. تملي وحشني لو حتى بكون وياك. I don't need nobody, I don't feel nobody, I don't call nobody but you. I wanna know you. تملي حبيبي بشتاق لك، مش عايزة دراما ولا يوم متعكر. ما تقوليش ازاي نفسي أعيش. اوكي، هذا المدخل مال المكان منه، بس ما اعرف اذا اقدر اصعد السيارة، خايفة تطمس بالطين. هنا هم يسوون حفلات كونسرت اون لينك، يجيبون احد يغني على الجناح مال الطيارة. وهذا المدخل وقفت السيارة بعيد لانه خفت السيارة تطمس هنا وما اقدر اطلعها، فما ردت اخاطر، فراح اتمشى هذا الطريق كله حتى اوصل للطيارة. احس نفسي شوية مستحية جاي البيت احد وما جايبه شي بايدي. تعبت من المشي. طبعا الطيارة صار بنهاية هالطريق، ما اعرف اذا قاعد تشوفوها بس هي هذيك وياها. خلينا نروح نشوفها عن قرب. اوكي، اعطيكم معلومة عنها. ما اعتقد اكو احد موجود حاليا بالداخل، بس معلومة عن الطيارة جابوها من كاليفورنيا، وحتى يوصلوها هنا بالغابة اضطروا انه يغلقون الهاي واي كله لانه ما طيروها من كاليفورنيا لهنا. الطيارة موجودة بولاية أوريغون اللي هي صار لازقة بكاليفورنيا، بس تقريبا 15 ساعة سياقة. فهاي كانت بالأكشن اللي هي المزاد، بس المهم غلقوا الهاي واي كله بس حتى يوصلوها هنا بنص الغابة. ويعني هسه هدوء. اكو مرات يجون الناس يروحون هيجي فوق، يصعدون يتمشون فوقها ويقمزون على الجناح. ما راح اسويها اليوم لانه اني بروحي، واذا صار شي ما حد حيعرف عني شي، فما اريد اخاطر اليوم. والشخص اللي عايش بيها موصل بيها كهرباء. التانكيات مال المي هذنيك وياهن هناك حاطهم ذي ورا، وهسه اصور لكم اياهم بشكل اوضح. وعلى الأكل يعتمد مرات على الناس إنه يجيبوا له أكل، بس أكو أماكن قريبة ومرات هو يسوي أكل بالطيارة. طبعا الطيارة لأنه هسه مسدودة، بس أغلب الأيام يفتح هاي البوابة والناس يقدرون يدخلون جوا ويستكشفون داخلها. اليوم أعتقد هو ما موجود وماكو أحد حاليا، فالطيارة مسدودة.
بس حتى منظرها من برا كلش حلو، تمشون على الجناح تتمشون وتاخذون راحتكم. وحتى فتحها للناس اللي يحبون التخييم، تقدرون تجيبون سيارتكم الRV أو تجيبون خيمتكم وتحجزون وتخيمون بهذا المكان. فأجواء. معلومة ثانية عن هالمكان، قاعد تشوفون هاي الأشجار اللي وراي كلها، هاي الأشجار كانت ما موجودة من جابوا الطيارة وساقوها من كاليفورنيا لولاية أوريغون، وبعدين جابوها لهذا المكان واستقروا إنه هذا حيكون مكانها الدائم. زرعوا هاي الأشجار كلها داير مدايرها، فهاي الأشجار كلها جديدة بس صار لها تقريبا أعتقد فوق 25 سنة. طبعا ما أعرف إذا مسموح لي أصعد على هذا الدرج وأروح فوق الطيارة، بس ما راح أخاطر. من إجيت آخر مرة أصعد من هذا الدرج لهنا، طبعا احتراما للشخص اللي عايش هنا لازم ننزع الأحذية قبل ما ندخل المكان. بس من هذا هاي 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 بيبي. أنا أسوي سبورت للجناح، حط أخشاب، هم تلاحظون حط أخشاب جوها هناك وحط أخشاب هناك كمان. صديقنا الثاني استوى وصل. وما أريد أعطيكم معلومات خطأ، بس هذا صخان مال مي، أعتقد من هذا المخرج مال الله يكرمكم الحمام أو التواليت، وأعتقد حاطه هناك دش مال التلفزيون. وهاي السيارة هنا واحد من أصدقائي توفى أثناء الحرب، فحط السيارة هنا تكريما له أو تكريما لروحه، فحاطها وحاط عليها ورد. اوكي راح اروح جوا الجناح، ما اعرف ليش كان دائما بنفسي ادخل او امشي جوا جناح طيارة. واو 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 واو. اوكي خلصت التور ويا الطيارة، أحس راوتكم كل شيء. أقابل الشخص اللي عايش داخلها بس ما أعتقد موجود، وغالبا الموجود يفتح الباب حتى أي أحد يقدر يدخل. واو واو شوف 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 حتى أي أحد يقدر يدخل ويشوف، لأن حتى جوا مسوي أجواء. إذا أكو شيء ثاني عجبكم
تعرفون عن هذا الطيارة وهذا المكان. هذا الشخص هو جواريني عايش نص ساعة عن المكان اللي أنا عايشة فيه. إذا تحبون تعرفون أي شيء ثاني أقدر أجي يوم ثاني، كتبوا لي بالتعليقات إذا عجبكم الفيديو وإذا أكو أشياء ثانية تحبون تتعلمون عنها أو تحبون تعرفوها عن هذا المكان. هسه تقولوا لي هم تشوفون روحكم عايشين هيك بطيارة بنص الغابة وسقوها 15 ساعة حتى توصلوها للمكان اللي انتوا تريدوه وتبنون أشجار داير مدايرها يعني أحس أني شخصيا ما أعتقد راح أقدر أسويها، لأن أحس يحتاج لها كل هواي شغل وأنا إنسانة كسولة بطبعي، بس عاجبني الفكرة، عجبتني الكونسبت. فأشوف انتوا تقدرون لا ما تقدرون. اوكي جايز، معلومة عن الطيارة، أعطيتكم معلومة خطأ قبل شوية، آسفة. الطيارة ما جابوها من كاليفورنيا الولاية أوريغون، الطيارة جابوها من اليونان لأمريكا الولاية أوريغون، ومن أوريغون من المطار المكان اللي هي بيه حاليا غلقوا الطريق السريع، غلقوا الهاي واي. فبس حبيت إنه أصحح هاي المعلومة حتى مو بعدين تقولون راني قاعدة تعطينا معلومات خطأ أو إذا تبحثون تلقون شي ثاني. فجابوها من اليونان لأمريكا، طيروها وبعدين هنا وصلوا مكان مطار اسمه هيلسبورو ايربورت، وحتى يوصلوها من المطار مال هيلسبورو لقطعة الأرض أو للغابة اضطروا إنه يلقون الهاي واي كامل حتى يوصلوها هناك. فتخيلوا كمية الجهد اللي صار. بعدين بصراحة مو بعيد هالقد، بس تقريبا I think it's like ساعة سياقة تقريبا، بس يعني طيارة كبيرة تخيل وجناحات وما أعرف شنو. oh my god I cannot even imagine. اوكي حبايب، وبهيجي يكون انتهى يومنا اليوم. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالطيارة والأجواء والمغامرة الصغيرونة. رجعت للبيت هسه احاول اسوي فطور، لأن الفطور بعد ساعة وربع تقريبا، وصاحبتكم تعلمت تطبخ بالجديد، فاليوم راح اسوي اشياء جديدة. ما أعرف إذا راح أحطها بهذا الفيديو ولا لا، لأن أحس هذا الفيديو كان خاص للطيارة بروحها، فحاسة أدخل بيها أكل وفطور وتحضيرات وما أعرف شنو، حيكون تو ماتش. بس ممكن يوم ثاني نسوي شي فلوج، بس يعني يوم في رمضان يكون شي حلو. ويا هيك أقولكم تصبحون على خير، وإن شاء الله يكون يومكم حلو يا رب، وأشوفكم فيديو جديد ومغامرة جديدة. مع السلامة.